اخوان، السلام عليكم ورحمه الله. كلكم شفتوا الفيديو ديال محمد السادس ملي مشى لروسيا وباك العالي الهمه ودوك الخضرين بحال التلاميذ ما قدوش يجلسوا حتى قال لهم بوتين جلسوا وهذوك كاملين. انا ما بغيتش نطول عليكم، انا بغيت نعطيكم التحليل الخاص ديالي سريع بالزربه. علاش؟ حيت كلشي كيقول علاش محمد السادس علاش مشى لروسيا. انا غادي نقول لكم علاش. محمد السادس باغي يكسب حليف ليه. علاش؟ حيت الامريكان ولا فرنسا حتى واحد ما غيعقل عليه نوض في المغرب، كلهم غيقولوا حنا مع الديمقراطيه ومع الصحراء وهذا. محمد السادس ولا كيتعرض ولا المغرب بالنسبه ليه هو كيتعرض لتهديدات. شنو هما التهديدات؟ التهديدات اللي جايه من الصحراء الغربيه، والتهديدات اللي جايين من انه كاين بزاف المغاربه مشاو لداعش، وكاين بزاف المغاربه كاينين مناصرين داعش وكاينين في المغرب. وهاد التهديدات هما اللي ولاو خالعينه، ولا هو ما كيجلسش كاع في المغرب، ولا الرعده شاده. راكم عارفين هاد الشيء هو اللي خلاه هو يمشي لروسيا باش يكسب حليف، باش الا فات توقعت شي حاجه في المغرب يلقى واحد اللي غادي يجي يهز الطيارات يبدا يضرب بحال المسطي كما هذاك يعاونوا شويه. يعني محمد السادس بغى يكسب حليف. والثاني حاجه من التحليل ديالي، لانهم كاين اللي كيقولوا علاش محمد السادس دوا فرونسي وما دواش بالعربيه مع بوتين. انا نريد نقول لكم علاش. دابا بوتين قال لهم انا ما عنديش، دابا هما ملي هضروا البروتوكول داكشي قالوا حنا ما عندناش مترجم مغربي روسي اللي غيضرب الدارجه ديالنا حنا المغربيه. مثلا الملك غيضرب الدارجه وغيترجموا الاخر. يعني الملك من المفروض عليه انه يدوي باللغه العربيه، وهاد اللغه العربيه ما عندوش. هو ما يقدرش يدوي باللغه العربيه لانه امي، ودوك الشهادات ديالهم واخدوها بفلوس وداك الشيء. لذلك فهو فضل يدوي بالفرنسي ويدي تهتف الفرنسي، ولا انه يدوي بالعربيه والمترجم ما يفهم والو ويقول شي كلمه خاطئه لبوتين يولي بوتين مدمر الحزاق كامل. فهمتي؟ يولي بوتين هاز دوك الطيارات وجاي للرباط يبدا بوم 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 بوم. محمد السادس يولي حتى شي دوله ما قابله عليه. لذلك هما كانوا خايفين. الهمه ما قالتش يبرك، الهمه الرجل الثاني في الدوله ما قالتش يبرك في الكرسي حتى قال لي وزير الخارجيه ديال روسيا، قال لي جلس، هو يجلس. محمد السادس ما قالش يجلس، قال لي بوتين جلس. وهنا فاش كيبان لك قيصر روسيا مع امبراطور المخدرات ديال المغرب، كاين فرق كبير. السلام عليكم.